السادة المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين الجماهير. ليه بين الجماهير؟ عشان بين الجماهير دي هنكون متواجدين معاكم في كل حتة في مصر، موجود معاكم في الميكروباص، موجود معاكم في الشوارع، موجود معاكم في المقاهي، موجود معاكم في كل الأندية الصغيرة قبل الكبيرة. سيب الأندية الكبيرة دي للمذيعين التانيين، احنا هنتكلم عن الأندية الصغيرة، هنتكلم عن الألعاب الجديدة. ويعتبر أكبر مثال إن احنا النهارده بنصور من نادي الأهلي بالملاحة، نادي الأهلي السكندري بالملاحة، أول بطولة للأقزام في مصر. أهلا بكم في برنامج بين الجماهير. معانا ومعاكم واحد من مؤسسي لعبة جديدة في مصر، لعبة كرة القدم بس للأقزام. طبعا الأقزام يعتبر من الحاجة الواقعية الموجودة في حياتنا، الأقزام دي موجودة في كل حاجة في حياتنا. معانا كابتن سمير عثمان. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا ايمن. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن سمير عثمان. ممكن تكلمنا عن لعبه اللي هي الاقزام لكره القدم؟ جت في حضرتك الفكره ازاي، او مين صاحب الفكره، او بدات ازاي؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا بدات الفكره من عند الكابتن علي شعبان. تمام. كابتن علي شعبان هو المتبني بصراحه فريق الاقزام من سنه 2018. تمام. عمل بيهم بطوله العرب في شرم الشيخ وحضرها ست الوزير اشرف صبحي. تمام. وفازت بها مصر. تمام. هو اتبنى الفكره لما بدات يجي الطلب انهم يلعبوا في بطوله العالم في اسبانيا. الطلب ان لازم الاولاد دول يكونوا جايين من انديه. فبصراحه الكابتن علي لما جالي هنا النادي قال لي انا بعرض عليك ان احنا نبدا بالنادي بتاعك نشترك في فريق الاقزام. تمام. قلت له انا موافق من غير اي كلام طالما هنساعد الفئه دي، لان الفئه دي فئه موجوده في المجتمع. أيوة. ومن حقهم يمارسوا العابهم، ومن حقهم يعيشوا حياتهم. ان هم كان في زمان ان هم لما كانوا ينزلوا الشارع كان بيحصل عليهم تنمر. أيوة. تمام. دلوقتي بينزلوا بكل فخر بصراحه. تمام. بتشوفهم بتلاقي كل واحد منهم نازل بفخر، حاسس انه بطل. ايوه. تمام. فلما بدانا المشوار كنا لازم نشترك في اللجنه البرلمبيه المصريه على اساس ان احنا نبدا بمشوار مع الاقزام. طبعا وجهنا لوزاره الشباب والرياضه باسكندريه الدكتوره صفاء الشريف اللي وافقت بصراحه على طول وقالت لنا الموضوع كويس، احنا كلنا بنتبنى اللعبه دي. بدانا يتكون دوري للاقزام، يعني بدانا نكون دوري للاقزام. انا بقول الكلام ده بس انا بقول بس طبعا هو الفكره دي فندم جت من فرقه النادي الاهلي. حضرتك ماسك رئيس النادي الاهلي رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بالملاحه. هي الفكره بدات يعتبر من حضرتك. تمام. بالفريق بالنادي بتاع حضرتك اللي هو فريق احنا بدانا بدايه الالعاب للاقزام كانت نادي الاهلي بالملاحه. النادي الاهلي بالملاحه. النادي الاهلي بالملاحه. احنا بنصور من ايوه بدانا المشوار من هنا. عملنا ده يعني شكلوا دوري بصراحه. اللجنه البرلمبيه مشكوره بالدكتور حسام الدين مصطفى. عمل معانا شغل كويس قوي للناس الاقزام دي. تبناهم. والانديه فعلا بصراحه برضو كانت بتديهم وقت في الملاعب بتاعتهم. نادي الاتحاد السكندري بنشكر برضو الحاج محمد مصلحي، برضو بيديهم وقت وبيديهم ملعب وبيديهم قاعه يقعدوا اجتماعات فيها. استاد القاهره برضو ما بيتاخروش. لما بدا يتعمل الدوري اتشكل الدوري ب 12 فريق. يعني احنا لما بدانا الدوري كنا بادئين النادي الاهلي بالملاحه، نادي اسوان، نادي كفر سعد الاحتياجات الخاصه. تمام. اتكون لغايه ما وصلنا 12 فريق. اتعمل الدوري ب 12 فريق واتعمل على مراحل. تمام. مرتين يتلعب مرحلتين في استاد القاهره، ومرحله منهم كانت في استاد اسكندريه في الصاله المغطاه في استاد اسكندريه، والنهائي اتعمل في استاد القاهره برضه الصاله المغطاه باستاد القاهره. طبعا النادي الاهلي طبعا يعتبر من اول الفائزين بهذه البطوله طبعا اللي اتعملت. بيعتبر ان احنا بالنسبه لنا نقله كبيره طبعا للنادي. ان هو حتى نادي شعبي. نادي شعبي اتعمل تاريخ يعتبر ليه. اتعمل له تاريخ ان هو اول نادي شعبي، اول نادي في مصر بقى يعتبر بقى مش شعبي لان ما فيش انديه كبيره برضه خدت البطوله دي. الدوري ده لسه معمول. احنا بنعتبر اول
اول دوري مصري للاقزام. وكان لنا الشرف الحمد لله ان احنا نكون النادي الاهلي بالملاحه اول فريق ياخد الدوري، بطوله الدوري. البطوله دي ما شاء الله ما شاء الله فنان. طب الفكره انت قلت لنا حضرتك ان الاستاذ علي شعبان ابتدى يجمع مجموعه من اللعيبه. أيوة. وابتدى فعلا ان هو يعمل مجموعه نادي يعتبر. أيوة. وعملنا دوره تقريبا في شرم الشيخ، صح الكلام ده؟ بطوله العرب. احكي لنا برضو على الدوره دي، ايه اللي حصل فيها وايه اللي كان فيها؟ بطوله العرب. بطوله العرب كابتن علي شعبان دي الفتره دي كلها كان هو اللي متبنيها لوحده، ما كانش لسه في انديه اشتركت، بس البطوله دي اتعملت شارك فيها بلاد من بره، شارك فيها فلسطين، العراق. يعني في دول من بره جت، حتى في فرقه من اسبانيا، الارجنتين، حاجه زي كده، شاركوا في البطوله دي. تمام. وبرده كان برده فرقه الاقزام بتاعت الكابتن علي شعبان اللي خدت البطوله، هي اللي خدت البطوله. فانت بتشوف الاولاد دول بسم الله ما شاء الله عليهم، لعب كوره بصحيح، مش هزار، لعب كوره بصحيح، وفيهم نجوم وناس بتهدف تهديف عالي يعني بصراحه. فلما خدوا البطوله بدات الدوله تبص لحاجه اسمها الاقزام. اللجنه البرلمانيه اتبنت الموضوع انها تعمل لهم كيان بقى، فاتعمل في اللجنه البرلمانيه فريق لكسار القامه لكره القدم. هي موجود في اللجنه البرلمانيه كل الالعاب، موجوده عندهم السباحه، وموجود عندهم رفع العسكال، كذا حاجه، كل الالعاب. ما كانتش فيه الموجوده، الحاجه اللي ما كانتش موجوده هي رياضه الاقزام، فاللجنه البرلمانيه اضافت لها رياضه الاقزام. تمام، اللي هي كره القدم الاقزام. كره القدم. تمام. اللعبه دي ايه هي بقى القوانين بتاعها؟ هتختلف عن كرة القدم العادية ولا نفس القوانين؟ هي نفس قوانين نفس قوانين صالات الخماسي. نفس قانون صالة الخماسي، ويختلف بس ان بلا شروط في طول اللاعبين. كسر اللاعبين، اللاعب ليه طول معين لازم ما ينفعش يتعداهوش، لو تعداه بيعتبر مع الكبار على طول. على طول. والوقت نفس وقت الخماسي، وقانونها نفس القانون الخماسي بنفس الشروط كلها اللي بتقع على الخماسي. طبعا احنا سمعنا ان اتعمل يعتبر اتحاد للاقزام. جات لكم منين الفكره دي وليه اتعمل الاتحاد ده؟ وحضرتك يعني مش مرشح حضرتك لرئاسه الاتحاد؟ لا، انا اللي يستاهل بجد كابتن علي شعبان. يعني هو الراجل ده اللي يستاهل يكون رئيس الاتحاد، لان الراجل ده تبنى رياضات الاقزام من 2018. ما كانش الناس دي لها حد خالص بيرعاها. تمام. فانا عن نفسي بايد انه يكون هو الكابتن علي شعبان الموجود في المكان ده. احنا عملنا دعوه للتاسيسيه لاتحاد رياضات الاقزام لكل الانديه باسم النادي الاهلي الملاحي. احنا برضو النادي المؤسس اللي هيبدا ياسس في الاتحاد ده. واللقاء ان شاء الله اللي هو الجمعيه العموميه التاسيسيه لانشاء الاتحاد يوم 23/9 ان شاء الله. ان شاء الله في القاهره، في استاد القاهره برضو هيتعمل في نفس القاعه اللي في اللجنه البرلمانيه. تمام يا فندم، ان شاء الله تكون دي بدايه كويسه للعبه الجميله دي اللي هي كره القدم. وطبعا الاقزام دي لهم حق كبير عندنا طبعا ان هم يكونوا موجودين ويتعايشوا حياه طبيعيه معانا. كابتن سمير، تحب تقول كلمه اخيره قبل ما نطلع فاصل؟ انا حابب اشكر بقى الناس اللي ساهمت معانا في المنظومه كامله بقى كلها. تمام. حابب اشكر اولا الدكتور اشرف صبحي، الراجل ده ما بخلش عننا باي حاجه بصراحه. لسه اخيرا متبرع لنا ببساط اللي ما فيهوش تحت ده ببساط كامل. بشكر الدكتور اشرف صبحي جدا. بشكره جدا. بشكر الدكتوره صفاء الشريف، دي بقى دينامو الرياضه في اسكندريه. الدكتوره صفاء بصراحه النادي ما كانش كده. هي اللي مطوره لنا النادي، كل الكلام ده النادي عملت لنا تطوير شامل للنادي بصراحه. فانا بشكر الدكتوره صفاء جدا. بشكر الكابتن علي شعبان جدا ان هو برضو اللي جاب لنا لعبه الاقزام دي وخلى النادي في حته تانية بسبب البطولات دي. بشكر النائب محمد صبري اللي كتب لنا مذكره البساط الاول، برضو انا بشكر النائب محمد صبري جدا. بشكر اي حد ساهم معانا في النادي ابتدى ان هو يجيب المجهود العظيم ده وبيساعدنا ان احنا نكون الدرع طبعا اللي حضرتك البطوله. أيوة. ان شاء الله باذن الله تكون بدايه خير للبطولات اللي جايه ان شاء الله. الله يكرمك. فاصل ونرجع لبعض تاني ان شاء الله. مؤسس يعتبر اللي اتكلمنا عنه كابتن سمير، مؤسس لعبه كره القدم للاقزام في مصر، هيكلمنا عن
الكواليس اللي تمت عشان يتاسس اللعبه دي، وهو عمل ايه وليه الفضل الكبير ان هو يتعمل اللعبه دي في مصر. اهلا بيك كابتن علي. كابتن علي شعبان اهلا بيك. الله يخليك. ازيك يا كابتن علي؟ ازيك يا كابتن علي عامل ايه؟ الله يخليك كابتن علي. اهلا بيك يا فندم. الله، تحياتي لحضرتك ولأسرة البرنامج، وتحياتي للكابتن سمير عثمان. طبعا تعتبر حضرتك مؤسس اللعبه دي، هتحكي لنا عن الكواليس، انت ازاي يعتبر بدأت اللعبه وازاي يعتبر جمعت فرقه تعتبر كبيره. كابتن سمير كلمنا عنها، احكي لنا عن اللي حصل بالظبط والتفاصيل يا فندم. والله في البدايه طبعا بفضل ربنا ان الحمد لله انا تبنيت فكره رياضات قصار القامه او الاقزام زي ما بيقولوا لكره القدم. الحمد لله الفكره بدات من 2017، بدات ب5 لعيبه، والحمد لله بدأنا نشتغل على نفسينا وبدأنا ننتشر. ويمكن احنا اشتغلنا بره الصندوق شويه، ان احنا اشتغلنا منتخب قبل ما نشتغل فرق و11 فريق ويبقى في دوري ويبقى في لجنه بره. يعني كانت البدايه من منتخبات يا فندم؟ البدايه يعتبر منتخب مش نادي الاهلي. احنا بدانا 5 لعيبه، ان انا اتواصل مع الشباب عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي. تمام. قلت لهم اي حد بيعرف يلمس كره قدم احنا فاتحين بابنا ليه ومادين ايدينا، وكان التواصل مع. دورت على الناس دي ازاي يا فندم، وازاي بحثت عنهم، وازاي تواصلت مع اللعيبه اللي ما شاء الله حققوا اول بطوله يعتبر للنادي الاهلي؟ طبعا النادي الاهلي اتحفر اسمه في التاريخ ان هو يعتبر النادي الاهلي السكندري. عالم قصار القامه اول فريق عربي مصري ويعتبر دولي يتاسس دوري من 11 فريق، ويبقى النادي الاهلي بالملاحه هو صاحب السبق الاول وهو صاحب الدرع الاول في العالم. ايه المجهود بقى حضرتك اللي انت عملته مع اللعيبه دي، وازاي وصلتهم للدرجه دي ان هم يوصلوا لاعلى يعتبر حاجه، يعني يعتبر هم خدوا الدوري؟ طبعا هو البدايه زي ما قلت لحضرتك ان انا رئيس احد مؤسسات المجتمع المدني في اسكندريه. تبنت شريحه قصار القامه. زي ما قلت لحضرتك بدات ب5 لعيبه. المبادره اسكندراني بحكم ان انا من اسكندريه. تمام. بدات ان انا اتواصل مع الكابتن حنان فؤاد في القاهره والكابتن ابراهيم مراد. بدانا نعمل صفحه على فيسبوك ان احنا نقول اي حد عايز يلعب كره قدم ينضم لينا. عملت اول مهرجان عالمي لتنشيط السياحه في شرم الشيخ، وده كان اول ظهور لقصار القامه في شرم الشيخ. والبدايه ما كانتش كره قدم، كان فريق غطس الاقزام السبعه تحت الميه. المهرجان ده الحمد لله توالى 4 سنوات بفضل الله عز وجل، برعايه وزاره الشباب والرياضه ورعايه الاب الروحي لقصار القامه مع اللواء خالد فوده ومحافظ جنوب سيناء. عملنا المهرجان الاول في 2018، مهرجان عالمي لتنشيط السياحه. الحمد لله بدانا ان نتواصل مع الدول العربيه، المغرب والاردن والعراق. بدات 2019 ان انا اقول يا جماعه ان احنا عندنا منتخب قوي يقدر ان هو ينافس في البطولات المحليه والدوليه. الحمد لله بدات ان انا اتواصل مع الاخوه في المغرب. طلعنا المغرب، عملنا بطوله وديه، عملنا بطوله في الاردن، وبفضل الله الى ان جاء عام 2022 وكان اول بطوله كاس عرب اتنظمت في مصر في شرم الشيخ برعايه وزاره الشباب والرياضه ممثله في الدكتور اشرف صبحي ومحافظ جنوب سيناء مع اللواء خالد فوده. وكان البطوله مصر والعراق وسوريا والاردن وفلسطين ولبنان، وكان المنتخب الضيف ومنتخب اسبانيا. والحمد لله المنتخب المصري حقق اول فوز لاول بطوله عربيه ككاس عرب كانت في شرم الشيخ، والحمد لله مصر هي حامل اللقب لكاس العرب. الحمد لله كان دعم وزاره الشباب والرياضه ان معالي الدكتور اشرف صبحي قال يا جماعه احنا بنشتغل دولي وان احنا منتخب عايزين ان احنا يبقى لنا كيان شرعي ان احنا نشتغل من خلاله. وتم التواصل مع اللجنه البارالمبيه المصريه برئاسه الدكتور حسام الدين مصطفى، والحمد لله تم تاسيس لجنه كره القدم للاقزام داخل اللجنه البارالمبيه المصريه. حضرتك طبعا يعتبر ليك فضل كبير في تاسيس اللجنه دي، ويعتبر هتبقى اتحاد كوره طبعا بعد كده للاقزام ان شاء الله. هي طبعا اللجنه البارالمبيه المصريه تبنت الموضوع، ويمكن لما قعدنا مع مجلس اداره اللجنه الحمد لله تم التواصل مع الانديه. وبس انا عايز اقول حاجه، ان الفضل الله عز وجل ولازم يعني ان احنا ندي كل ذي حق حقه، ان اول الانديه اللي مدت ايديها
فيها ليا كان الكابتن سمير عثمان نادي طبعا الكابتن سمير طبعا ليه فضل كبير. الله يخليك. عندنا بطوله في اسبانيا وكان لازم ان المنتخب يبقى ليه كيان رياضي. كابتن سمير قال لي النادي تحت امركم، اللي انتوا عايزينه. انا هبقى سعيد ان يبقى اول كيان في مصر يتبنى كسار قمر كره القدم هو النادي الاهلي الملاحه. اخر سؤال يا فندم عشان وقتنا بس. احنا كنا سالنا الكابتن سمير قلنا له ان هو ازاي ما يترشحش ان هو يبقى رئيس الاتحاد الكره للاقزام. حضرتك ليه ما تترشحش؟ هو طبعا قال ان الفضل يرجع لكابتن علي وهو المفروض اللي يقدم نفسه ان هو يترشح للمنصب ده. حضرتك ما تفكرش ترشح نفسك للمنصب ده؟ هو كابتن شخصيه محترمه وبفضل الله اللجنه البرلمانيه المصريه خدت قرار بتاسيس 6 اتحادات، وان شاء الله الاتحاد المصري لرياضات الاقزام 14 لعبه. الجمعيه التاسيسيه ان شاء الله يوم 23/9، واللي داعي للجمعيه التاسيسيه هو نادي الاهلي الملاحه اللي السبق انه اول صاحب دوري لقصار القامه كره القدم، وهو صاحب اول دعوه تاسيسيه للاتحاد المصري لرياضات الاقزام. وانا بشكر كابتن سمير والنادي الاهلي الملاحه من خلال البرنامج المحترم بتاعكم، وان شاء الله يبقى القائمه اللي نازله اللي انا بشرف برئاستها ان يكون لنا نصيب باذن الله، ويكون الاتحاد المصري للاقزام بدايه ل 14 لعبه ان شاء الله لرياضات الاقزام. كابتن علي شعبان بنشكر حضرتك للمكالمه الجميله دي، عرفتنا فيها حاجات كتير. الله يخليك. الله يخليك يا فندم. فاصل نرجع بعد كده. الله يخليك. وكسبنا الاتحاد وبالتلاتة 3-2-1 الأهلي نمبر 1 3-2-1 الأهلي نمبر 1 3-2-1 الأهلي نمبر 1 3-2-1 الأهلي نمبر 1 3-2-1 الأهلي نمبر 1. مسافة كبيرة يا رجالة. يلا اهلا بكم بعد الفاصل. رجعنا تاني مع كابتن سمير، هيكلمنا طبعا عن الرياضات المختلفه اللي موجوده في النادي. اهلا بك كابتن سمير. اهلا بحضرتك سعيد. ايه الرياضات الموجوده في النادي الاهلي بالملاحه حتى عشان الجماهير تعرف برضو ايه اللي موجود في النادي غير لعبه الاقزام؟ احنا عندنا طبعا اللعبه اللي شغاله دي اكاديميه الملاكمه. تمام. دي لعبه الملاكمه. كابتن حسن كابتن حسن مصطفى مدرب. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يخليك. اهلا وسهلا. الله يخليك. النهارده عنده الاكاديميه بتاعت الملاكمه. اليوم لينا اكاديميه اطفال الملاكمه من سن 5 سنين. تمام. وانا عندي سن 6 سنين هنا، وتشوفهم حضرتك هم بيلعبوا ما شاء الله باينين في الكاميرا ما شاء الله. بس اهتمام لان لعبه الملاكمه مفهومه غلط. ايوه. وهي لعبه اولمبيه جميله جدا ومستقبلها حلو للاطفال، فعايزين بس الاهتمام والوزاره تبص لنا في الرعايه. تمام. دي صوتك وصل كده للمسؤولين خلاص. انا عندي كمان في الشباب لعيبه مؤهلين ان هم يعملوا تجارب منتخب مصر، بس تمام. مش عارف عشان انا مش عارف اسجل اتحاد عام. ايوه. وعشان الحلقه. عشان حلقه تمام. لا ما فيش. عندي امكانيات زي ديت مفيش امكانيات تسجيل، حرام. خلاص هنبعت طلبك طبعا لكابتن اشرف صبحي ونشوف الطلب بتاع حضرتك. عندنا كاراتيه برضو، كاراتيه فريق كاراتيه بالنسبه لنا وصل دوري الممتاز. يعني برضو الفريق بتاعنا بيلعب مع الاهلي والزمالك والفرق الكبيره، يعني ده وصل الدوري الممتاز. عندنا فريق كونغ فو، عندنا كره قدم جميع الاعمار. تمام. ناشئين وبراعم وفريق اول. تمام. يعني احنا وهنضيف على كده فرق تانية للاقزام، ان احنا هندخلهم ب3 العاب تانية: رفع اثقال وتنس طاوله وسباحه. تمام يا فندم. طب في بطولات اشتركت فيها من الالعاب دي، بطولات جمهوريه او طلعت اللعيبه؟ انا الفريق الاول السنه اللي فاتت كان وصل للترقي، بس للاسف جينا في اخر لحظه ما وصلناش، خسرنا الماتش. لا ان شاء الله تبقى بدايه يعني في محاولات. الحمد لله. السنه دي ان شاء الله احنا مهتمين جدا بالفريق الاول. عندنا لعيبه ممتازه جدا. تمام. يعني جايبين لعيبه كويسه، وان شاء الله السنه دي
ان شاء الله هنوصل ترقي ونطلع ثالثه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تكونوا موجودين في النادي في الدرجه الثالثه باذن الله، بفعل دعمك حضرتك للنادي ما شاء الله في كل المميزات في كل الالعاب مش العاب الاقزام بس. واجهزه جيم كامله بالنسبه في النادي. لسه معانا كابتن سمير بيحكي لنا عن اللي يعتبر الانجازات الموجوده في النادي. احنا طبعا عندنا صاله جيم زي ما قلت لحضرتك، بنأهل فيها اللعيبه، زائد ان احنا بندعم الرياضه لجميع الاعمار. المنطقه كلها المنطقه دي ريفيه، تمام. الناس كلها احنا بنفتح بابنا لاي حد بيجي يلعب رياضه، سواء يمارس الجيم او سواء يلعب على الصاله الغداء. تمام. فبرضه ان شاء الله هيكون في الاحسن ان شاء الله باذن الله. في دعم للنادي يعتبر من اعضاء او من ناس مسؤولين في البلد. احنا الفتره دي احنا شغالين على دعم الدكتور اشرف صبحي. تمام. مباشره. تمام. لا كابتن اشرف طبعا ما بيتاخرش عن اي حد لغايه ما بس ان شاء الله ربنا يكرم والنادي يعرف يجيب موارد، وبعد كده هيبقى ان شاء الله النادي هيبقى هو اللي يصرف على نفسه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ماشي يا كابتن. بالنسبه طبعا لبقيه الالعاب، انت كلمتنا طبعا عن الكاراتيه، كلمتنا عن الملاكمه، اتكلمتنا بقى في كره سله وكره يد وكره ماء سباحه. للاسف ان احنا بس النادي ده ما عندناش ملعب للحاجات دي. انت عارف المبنى النادي صغير. فاحنا عندنا ملاعب بنأجر بقى ملاعب بره لكره القدم. هي كره القدم الوحيده اللي بنأجر لها بره. احنا عندنا صاله تنس فوق. تمام. وصاله بلياردو. وعندنا زي ما قلت لحضرتك كاراتيه كونغ فو ملاكمه. هي دي الالعاب الموجوده هنا. تمام يا فندم. تمام. طب بالنسبه للعيبه اللي موجوده، هل في مثلا اقزام مثلا حاجه تانية يعني غير الاقزام القدم؟ احنا عندنا اشتركنا بالفعل، بدأنا نعمل استمارات في اللجنه الاولمبيه ان احنا بنشترك في فريق سباحه للاقزام. وبنعمل فريق رفع اثقال للاقزام هيجي يتدربوا هنا عندنا. وبنعمل فريق تنس طاوله للاقزام. برضه 3 فرق مع الفرق الاساسيه كره القدم. هيبقى عندنا 4 فرق بنشارك فيهم في الاقزام، يبقى احنا ما حرمناش حد منهم يلعب يمارس الرياضه اللي هو عايز. تمام يا فندم. تمام. طبعا بنشكر حضرتك على المعلومات الجميله اللي احنا بنقولها دي. لو في حاجه تاني برضو حابب تقولها عن النادي، عن انجازات النادي، عن الحاجات اللي بتحب تضيفها للنادي ايه؟ وانا النادي الحمد لله يعني احنا بنكمل مسيره اللي قبل مننا. تمام. احنا طبعا كان قبل مننا كابتن عثمان احمد عثمان. ده مؤسس النادي بقى، هو ده الله يرحمه كابتن عثمان، هو اللي عامل الكيان وهو اللي مؤسس النادي. فانا برضو بتوجه ليه ولاسرته بالرحمه والمغفره، وهو احنا بنشكره ان هو الراجل ده اللي اسس النادي، واحنا بنكمل مسيره اللي قبل مننا. طبعا في سؤال كده بس، هو كابتن عثمان ليه علاقه كابتن عثمان طبعا مقاولات، ليه علاقه بالنادي ولا؟ لا عائله عثمان عائله ثانيه خالص. طبعا في تشابه اسماء. اهلا وسهلا يا فندم. طبعا شرفتنا، وان شاء الله باذن الله تبقى دي البدايه لحلقات تانية جديده. ان شاء الله نجي لكم طبعا في حلقات تانية جديده طبعا من النادي الاهلي السكندري. دي كانت اول حلقه من تصور من النادي الاهلي. اهلا وسهلا. طبعا كنا معاكم في حلقه يعتبر عمركم ما شفتوا زيها، حلقه طبعا من داخل النادي الاهلي السكندري. عرفتوا معلومات عن النادي، عرفتوا عن الحاجات اللي موجوده والالعاب الجديده اللي موجوده في النادي، عرفنا لعبه جديده لعبه الاقزام دخلت مصر ازاي، مين اللي يعتبر مؤسسها، مين اللي قام على ان البطوله دي تقام في مصر، مين اللي يعتبر كابتن علي شعبان طبعا زي ما اتكلم معاه كابتن سمير عن الموضوع ده، انشأ ازاي النادي. الاقزام طبعا ليهم حق علينا ان احنا لازم نكونوا معاهم، لازم يكون ليهم
حاجه في حياتنا، لازم نتبنى الاقزام في مصر. اتكلمنا عن كل حاجه، طبعا الحلقه دي ما شفتوهاش غير في البرنامج ده، وده يعتبر خطه برنامج بين الجماهير، بتبين لكم حاجات كتيره ما بتشوفوهاش بره في اي برنامج تاني. هو ده برنامج بين الجماهير. نتمنى ان الحلقه تكون من الحلقات المميزه اللي نالت اعجابكم، ونتمنى يكون دعمكم يوصل لنا من خلال لما الحلقه تتعرض على منصات السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. نتمنى نكون قد اسعدناكم، ونلتقي في حلقات جديده، ونلتقي بكم في حلقات تانية ان شاء الله باذن الله. وكان معكم ايمن شكري من برنامج بين الجماهير.